I'd like Egypt to take people, and I'd like Jordan to take people. I mean, you're talking about probably 1.5 million people, and we just clean out that whole thing. مهم جدا ان الناس اللي بتسمعنا تعرف ان في هنا في منطقتنا أمة لها موقف في هذا الأمر. أمة لها موقف في هذا الأمر. أنا موجود في مكاني أو مشيت منه، أمة لها موقف في هذا الأمر. أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا. The President and the King of Jordan have both said that they won't take in displaced people from Gaza like you suggested. Is there anything you can do to make them do that? I mean, tariffs against those countries, for example? They will do it. They will do it. What makes you say that? They're going to do it. Okay? We do a lot for them, and they're going to do it. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت ال2 مليون عندك في مصر في سينا، يعني ما الأرض كبيرة يعني. أنا بقول لكم كلكم والأمور هتتحل يعني، والأمور إيه؟ هتتحل. بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا ايه؟ ويقول لك اصل الحكايه وترتيب مين؟ الارض ارضنا وبلادنا، ومسؤولين كلنا ان احنا نحميها